اهلا وسهلا، كنتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو. فبهذه المناسبه ديال العيد الكبير بغيت نبارطاجي معكم طريقه تحضير الزيتون المشرمل ديال الدار، اللي كنحتاجوه بزاف في العيد. كنرافقوه مع الاطباق اللي كنحضروا بحال اللحم بخار، القطبان. وصفه اللي ناجحه 100% وسهله، وحتى الشرموله كتجي غزاله. فتبعوا معايا الوصفه وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. المهم غادي نحتاجو، عندي هنايا ربيطه ديال المعدنوس، غادي نحتاجو الثومه، عندي هنايا الثومه. المهم على حسب الكميه ديال الزيتون اللي درتو، صراحه ما عرفتش شحال. المهم هزو خير ربي ديال الثومه. الا عندكم يعني خضره ثومه عاديه كتقشروها كتحكوها، انا عندي هذه الثومه مسلوقه يعني كنسلقها. ومهم هنا غادي نمعسها باش غادي ندير بها الشرموله. غادي نحتاجو الحامض مصير، غادي نعصر منهم، ناخذ العصير ديال الحامض ديالهم. نحتاجو الهريسه حتى هي كتبقى حسب الذوق ديالكم، يعني النيفو ديال الحروره اللي كتبغيو. فليفلات خضرين. المهم عندي هذا خيزو، قطعتهم بهذا الشكل هذا، بحال هكا كيف بحال فاش كنشريوه واجد كتكون فيه هاد الزواقه هذه. المهم انا خليت هاد الحبه هذه باش غادي نوريكم، راني قطعتهم غير بلا مرشم. الا عندكم هذيك القطعه اللي كدير هاد الخطوطه مزيان. وعندي هنايا ما كانش عندي التحميره، ولكن غادي نعوضها بهاد الهريسه هذه ديال الفلفله حمراء حلوه. يعني راه شاركت معكم طريقه شي جوج الخضرات في يوتيوب، غادي نخلي لكم الرابط الا بغيتو تشوفوا الطريقه زوينه هذه بحال التحميره. عندي الكمون والملحه. بالنسبه للملحه ما حطيتهاش لان شحال من مكون هنايا مالح. الهريسه، هاد الفلفله حلوه، كاين المصير وحتى الزيتون يعني راه مالح. اذا حتى نخلط هاد الشرموله هادي بالزيتون، وديك الساعات نشوف واش ناقصه الملحه ولا لا. واخر مكون اللي هو ضروري اللي هو الزيتون. بالنسبه للزيتون استعملت هذا الزيتون هذا ديال الدار اللي مصايب على اليد، مشرط وحلو يعني واجد. غسلته مزيان من الملحه ودرتو في هاد الشبيكه هذه باش يستقطر مزيان من الماء، ما خصش يبقى فيه قطره ديال الماء، يكون ناشف باش فاش من نديروا ليه الشرموله ما يخسرش ويدوز لينا مده طويله. وضروري ما تغطيوه يعني قبل ما على ما توجدوا ليه الشرموله باش ما يتاكسدش وما يتبدلش ليه اللون. بالنسبه للخيزو اختاروا دوك خزوات يكونوا عندكم يكونوا صغيورين ورقاقين باش يجيكم ساهلين في التقطاع. صافي كتاخذوا مرشم يكون مدرج وكتبقاو تقطعوا بحال هكا بحال هكا، كيعطيو هاد لا فورم هادي. نستمروا بنفس الطريقه حتى كنقطعوه كامل. من بعد ما غادي نقطعوه كامل غادي نسلقو عادي، غادي نديرو يتسلق باش غادي نضيفو مع الزيتون من بعد. بالنسبه للسليق سلقوه غير نص سلقه، غير باش باش يبقى قابض راسو ما يهراش. دابا غادي نقطعو المعدنوس. كندير دائما هذا الموس هذا مسنن كيجي ساهل كيعاون في التقطاع. يعني راه كنقطع باليسار يعني قطعت المعدنوس ديالي. باش ندوزو لحاجه اخرى، غادي ندوزو عندي هنايا الحامض مصير، قطعوهم طريفات صغارين. غادي ندوزو باش نعصرو هاد الحامضات. المهم الحامض على حسب يعني واش فيه الماء ولا لا. اخر حاجه بقات ليا هي هاد الثومه اللي قلت لكم مسلوقه. دابا غادي نمعسها. الا درتو الثومه عاديه غادي تحكوها. وجدت شرموله كامله، قطعت البصيار، الثومه معستها، معدنوس قطعته. بالنسبه للخيزو ها هو من بعد ما تسلق
استقطروه مزيان من الماء ونشفوه، يعني خليوه حتى ينشف باش ما يخسرش لكم الشرموله ديال الزيتون، يعني ما يطلقش الماء. وكذلك نفس الشيء بالنسبه للزيتون، ما خصوش يكون فيه الماء، هو خصو يكون مستقطر من الماء مزيان، ما فيه حتى شي قطره باش ما يخسرش ليكم. ندير ربيع ثومه الهريسه ديال فلفله حلوه، هنا الهريسه ديال فلفله حاره، مصير الكمون غادي ندير واحد شويه، عصير ديال الحامض، عفوا نخزو حتى هو، فلفله، وغندير عصير ديال الحامض، زيت الزيتون، بسم الله. فكتخلطوا مزيان هذاك الزيتون مع ديك الشرموله حتى كيتلبسها مزيان، ومن بعد غادي نديروها في علبه ولا قرعه تكون محكمه الاغلاق باش ما يتسربش ليها الهواء ويخسر الزيتون. انا غادي نستعمل هاد القرعه هذه اللي فيها هذيك الجلده وهذيك الحديده، مهم كتطرق عليها كتخلي الزيتون حتى كيوجد مزيان، اولا حتى كيتشرب هذيك الشرموله مزيان، كتدخل يعني مع الزيتون، اولا استعملوا قرعه بحال هكا تكون يعني كتسد مزيان. بهذا الشكل كيكون الزيتون واجد مقاد. دابا خاصنا نخليو غير واحد شويه باش يزيد يتشرب هذيك الشرموله مزيان وكيجي لذيذ، ما تشبعوش منه. بصحتكم وراحتكم، كنتمنى تعجبكم الوصفه. تخليو لي واحد لايك للفيديو، تعليق زوين، وبارطاجيو الفيديو لان بزاف ديال الناس كيبغيو بحال هاد الوصفات ولا التحضيرات فاش كيقرب العيد. ولا قديتوا هاد الوصفه بارطاجيوها معايا على صفحتي في انستغرام لو مون تو صافا. وشكرا لكم على المتابعه.